بتجري على الحمام على طول وبتحسي بحرقان في البول ووجع في جنابك، والدكتور بيطلب منك تحليل بول وبتظهر النتيجه بيقول لك ان عندك التهابات في المسالك البوليه. في الحقيقه التهابات مجرى البول من اكتر المشاكل الشائعه بين الحوامل اللي بتقلقها وتخوفها، وفي الحقيقه حله بسيط جدا، مش محتاج كل القلق ده. كل ده بيحصل اثناء فتره الحمل بسبب التغيرات الهرمونيه اللي بتحصل في الجسم، كمان التغيرات اللي بتحصل في جهاز المناعه واللي مناعتك فيها بتقل شويه، وهنا بتبقي عرضه لاصابه او عدوى. بالاضافه كمان ان كل ما البيبي بينمو بيضغط على المثانه وبتحس ان كل شويه عايزه تدخلي الحمام. من اكتر الاعراض اللي هتحسي بيها الحاجه المتكرره للتبول، حرقان والم اثناء التبول، الشعور بالالم في منطقه العانه ومنطقه البطن السفليه. هتعمل تحليل بول وتتاكدي ان ده التهاب في المسالك البوليه. بناخد علاجنا اللي هيكون عباره عن مجموعه من المضادات الحيويه الامنه اثناء الحمل تحت اشراف الدكتور بتاعك. في الفتره دي هنتبع شويه نصايح، ومن اهمها نكتر شويه من شرب الميه، نحافظ على نظافه المنطقه التناسليه، وما نحاولش نتجاهل الرغبه في التبول لوقت طويل. بعد العلاج واتباع النصايح الالم والحرقان مش بيبقوا موجودين بشكل كبير